السلام عليكم أينما كنتم، مرحبا بكم في قناتي وصفة مع زهرة. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتقاسم معكم تحلية راقية وجدتها بالفلان اللي بقالي، كنت حضرته ديجا وبقالي دونك مرميتهش. يعني غوسيكلاج كما راكم عارفين. عاود إعادة تدوير، وتبعوا معايا الوصفة إن شاء الله تعجبكم. بسم الله وعلى بركة الله، وما تنسوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. هنايا حطيت هذاك الفلون كيما راكم تشوفوا لي بقى لي، بقاو لي 3 غرام كان. دونك كانت عندي غبرة شونتي، قلت علاش ما نديرش به تحلية. دونك عندي كاس تاع غبرة شونتي راني نطلع فيها مليح بهذاك الفلون. طلعوها مليح 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 حتى اللي تتحصلوا على كريمة ثقيلة بهذا القوام. شوفوا كي تحصلوا على كريمة ثقيلة. تاني غبرة الشونتي تلعب دور كبير. انا نستعمل كريستال ولا بلانش نيج، هادو دي مارك ملاح حتى دير هذاك البيك. وكاين دي كريم شونتي ما يطلعوش، يقعدوا هكا معلكين. دونك لازم تختاروا نوعية جيدة. هنايا باش تسهل عليا الخدمة غادي نديرها في بوش هاد لا كريم، وهذه لادو تكون شوية كبيرة. دونك قلت لكم غادي ندير هذيك لا كريم في هاد لابوش. لابوش جاتني شويه صغيره، دونك غادي ندير نصف الكميه ومن بعد نكمل نصف الكميه الاخرى. هنايا نسحق قهوه ولا نسكافيه اللي بقات لك قهوه ديري بها. هنا عندي لي بودوار غادي نغطسهم شويه في هذيك القهوه. ما تخلوهمش بزاف، يعني تم قلعوهم. ونضع طبقة أولى عفوا، البودوار تاعي في التحتة، ومن بعدها نضيف عليه طبقة من الكريمة اللي حضرناها. كان عندي شوية بانان، كانت بغيت لي شوية بانان فاني قطعتها ودرت عليها شوية ليم باش ما يكحلش. راكم عارفين البانان تم يعني تغير اللون تاعه، دونك الليم ما يخليش يكحل ويطول معاكم. درت شويه بانان كطبقه ثالثه، ومن بعد نزيد لي بودوار نغمسهم كيما راكم تشوفوا، ونزيدهم كطبقه ثانيه بهذا الشكل. وفي الاخير نضيف هذيك الطبقه الاخيره تاع لا كريم. كيما راكم تشوفوا لا كريم جات شابه يعني وخفيفه. والتزيين حطيت هنايا مورسو تاع لي بانان، فاني ما تنساوش ديروا لهم الليم. والتزيين يبقى اختياري دائما على حسب الذوق. ضفت لهم شويه لوز يعني يكون محمص، اذا عندك كاوكاو ولا اي حاجه للتزيين. ونضيف عليهم في الأخير صوص كراميل اللي كنت حضرته مقبل، يعني في تحضيرات رمضان. راكم عارفين هذا التزيين وهذا الآخر يدي لنا الوقت بزاف، دونك كنت عارفة بلي صوص كراميل نحتاجه في التحليات. كنت محضراته، كنت دايرته في الفريجيدير. دونك باش ندير هكا بخطوط ولا حاجة. وهذا هو التحلية تاع لنهار اليوم بالفلون اللي بقالنا. عاودنا درنا تحلية أخرى يعني، وخرجت ما شاء الله ولذيذة بزاف، وديك الكريمة خفيفة وكلاوه قاع. يعني أفراد العائلة عجبهم. يشبه التيراميسو هكا في لو تام، يعني لو تام تاع تيراميسو. دونك شوفوا يعني القوام تاع هذيك الكريمة كيفاش جات من الداخل.
هذه هي، حنايا ضد التبذير وضد يعني نرموا الماكلة يحاسبنا عليها ربي. هذه هي، والحمد لله على كل حال، ونشكركم على المتابعة وعلى يعني على الدعم تاعكم وعلى لي كومونتير تاوعكم، ونتمنى هذا الفيديو نال إعجابكم، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وصحة فطوركم.